انظر إلى نداء تونس اليوم. هذا الحزب حزب من؟ حقه يتسمى معناه حزب نداء تونس وحزب اللطيف. ذلك الشخص الذي كان يعين الوزراء من وراء الستار، والذي كان يستعمل كل نفوذه من مكتب مقاولاته في سكرة، وابحثوا عن علاقات ذلك الرجل بتعيين الباجي قايد السبسي رئيسا للحكومة، ووضع كل الخطط في الفترة السابقة، خاصة بعد انتخابات أبريل 1989، وهي الانتخابات اللي يعني حقق فيها القائمة المستقلة اللي كانت وراها حركة النهضة والاتجاه الإسلامي آنذاك اختراق كبير، وهي الانتخابات اللي بعدها مع الإقرار بأنها زورت وزيفت هي الانتخابات التي بعدها مباشرة الباجي قايد السبسي ترأس مجلس النواب. يعني ترأس مجلس النواب بعد انتخابات مزورة ومزكرة، ويتحدث الآن عن الشرع. التقاء مصلحي والتقاء موضوعي بين آلة القمع التجمعية وبين جزء من اليسار، وما هو ما أسميه اليسار الامتيازي مش اليسار المبدئي. وهناك الكثير من اليسار المبدئي الآن يرفض دخول هذه المعركة الاستقطابية التي تريد تأسيس الاستقطاب مجددا. وعندما نقول اليسار نقصد بذلك الجزء من اليسار وهو اليسار الامتيازي. عندما نجد على سبيل المثال في نداء تونس محمد الرئيسي، ابحثوا من محمد الرئيسي في البلاد. وعندما تجدون في نداء تونس محسن مرزوق، ابحثوا عن محسن مرزوق. وعندما تجدون رزا العكرمي ابحثوا عنه أيضا. ستجدون أن هذه المجموعة هي اللي بعد تحول مبارك هي اللي حاولت أن تعطي مضمون إيديولوجي لحزب كان في حالة انحلال وكان يحتاج إلى هؤلاء. وبالتالي ما يراد اليوم هو إعادة بناء نفس التحالف، إعادة بناء نفس التحالف الذي تأسس خاصة بعد انتخابات أبريل 1989، وهي الانتخابات اللي يعني حقق فيها القائمة المستقلة اللي كانت وراها حركة النهضة والاتجاه الإسلامي آنذاك اختراق كبير، وهي الانتخابات اللي بعدها مع الإقرار بأنها زورت وزيفت هي الانتخابات التي بعدها مباشرة الباجي قايد السبسي ترأس مجلس النواب. يعني ترأس مجلس النواب بعد انتخابات مزورة ومزكرة، ويتحدث الآن عن الشرع. بالإضافة إلى هذا الالتقاء الإيديولوجي والمصلحي، هناك عملية تبويض أموال واسعة جدا تحت غطاء هذا النداء. فعندما تقومون برسم شبكة علاقات من خلال هذه الأسماء فقط، سواء كانوا إعلاميين ولعلكم تعرفون عمن أتحدث، أو رجال أعمال أو سياسيين، ستجدون أن الشبكة متعلقة أساسا بعملية تبييض أموال هي نفسها اللي كانت تشرف على شبكة الفساد في حوالي ربع قرن. ابحثوا عن ذلك الشخص الذي كان يعين الوزراء من وراء الستار، والذي كان يستعمل كل نفوذه من مكتب مقاولاته في سكرة، وابحثوا عن علاقات ذلك الرجل بتعيين الباجي قايد السبسي رئيسا للحكومة، ووضع كل الخطط في الفترة السابقة، وعلاقاته بكثير من الإعلاميين. وستجدون هذا الحزب حزب من؟ حقه يتسمى معناه حزب نداء تونس والحزب اللطيف. فالأمر واضح جدا. لذلك فالتناقض مع هذا الحزب ليس تناقضا في مسألة الأفكار والمبادئ، لا، التناقض أكثر من ذلك.